العلماء اللي كانوا وراء البرنامج النووي الإيراني من 20 سنة: فريدون عباسي، محمد مهدي طهرانجي. طهرانجي يعني مدينة طهران، يعني زي ما يقول فهد من الله رياضي، يعني الرياض، ولا جداوي، زي كذا عندهم الأسامي يرجع لمدينته. عبد الحميد مينو شهر ويوم وسنة زي كذا. أحمد رضا ذو الفقاري، أمير حسين فقهي. طيب هذا علماء نوويون كانوا وراء البرنامج الإيراني النووي. أكبر مطلبي زاده، سعيد برجي، منصور عسكري، علي بكاي كريمي. اسمعوا خلونا نكون على الصورة جميعا. يعني حنا كشعوب عربية وإسلامية لسنا مع الكيان الصهيوني، وحنا كشعوب عربية إسلامية نعلم أن العدو الوحيد أمامنا الآن هو الكيان الصهيوني الإسرائيلي. خلاص متفقين. بس نحن كشعوب عربية إسلامية ما حنا متفقين إن إيران عدو، ما حنا متفقين. يعني نصنا يقول عدو ونصنا يقول ما هو عدو، إسلامي، دولة إسلامية، تمام. حنا ما عندنا مشكلة مع شعب إيران كشعب، وأعيدها وأكررها وكم مرة قلتها. حنا ما عندنا مشكلة مع شعب إيران، شعب جار، شعب صديق، ولا عندنا مشكلة معه نهائيا. ولا عندنا مشكلة مع حكومة إيران اللي على رأس مسعود بازكشيان ووزير الخارجية عراقشي. ما عندنا مشكلة حنا معهم. حنا مشكلتنا مع من؟ مع خامنئي واللي يتشدد له. يعني مشكلتنا مع الدولة العميقة في إيران، هذه الدولة الخلفية اللي تدير المشهد من خلف الستار، تمام. طهران إسرائيل اليوم يوم ضربت إيران، ما احنا فرحانين على أن إسرائيل انتصرت أو ضربت إيران وكان لها السبق وكذا. لا، حنا فرحانين أن خامنئي ومجتبى والطقة هذا القشيش انكسرت خشومهم، تعفرت خشومهم في التراب. هذه فرحانين عليها، ما فيها كلام. وفي نفس الوقت فرحانين يوم إيران البارح واللي قبل البارح ضربت تل أبيب وكسرت خشم نتنياهو. يعني احنا في كل الحالتين فرحانين. يعني انت عارف اعدائك اثنين يتقاتلون، من تبغى ينتصر؟ ما تبي حد ينتصر. وش تبي؟ هدفك وشو؟ ان اثنين يستنزفون. يعني ودك انها تطول المعركة لحد ما ينهك اثنين يكونون كلهم قشيش، فانت ترتاح، انت الكسبان. من الكسبان؟ اللي يبغى للمنطقة الازدهار والنمو والحضارة والتقدم والتطور، هذا هو الكسبان الموضوع. الخسران المتطرف الطائفي العنصري، هذا خسران في الموضوع، ما فيها كلام. فحنا من فضل الله سبحانه وتعالى وعلى رأسنا خادم الحرمين شيخ المملكة سلمان بن عبد العزيز، الله يطول في عمره ويحفظه، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هدفنا للمنطقة وشو؟ التطور والتقدم والرقي والازدهار ومقارعة الأمم بالعلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا هدفنا. وأعلن سمو الأمير محمد بن سلمان أمام العلن، قال بمشيئة الله راح يكون الشرق الأوسط أوروبا الجديدة. أوروبا الجديدة بإيش؟ بالتقدم، بالصناعة، بالازدهار، بالنمو. مو أوروبا الجديدة ما عندهم حروب عشان نقول مدام أوروبا الجديدة بنصير زيهم، عندهم حروب طائفية